يا زول هوي هل ده ما في حاجه بقول له والله ده البعض، لا لا لا، اثنين بس، يا ابيض يا اسود، يا اسود يا اخضر، يا بلفسنجي يا احمر كده بس. هل ده ما عنده خيار تاني؟ ما عندنا لك حاجه، ما في كلام زي ده بالمناسبه. وينهم؟ ملك كيشنر بنرفعك طوالي كده بنرفعك، كل الشباب ده اللي نرفعكم. انا بس انت مع مواطن سوداني ولا لا؟ انا اي بالضبط. خلاص. الاطفال اللي ماتوا في جبال النوبه 45 ضربهم طيران، دول مواطنين ولا ما مواطنين؟ اسمع، ده انا اقول لك ولا شوف. يا اخي انا ما سالتك سؤال، ده دول ده مواطنين كلام، ده ولا ما كلام من منو؟ مواطنين؟ انا قلت لك شوف، انا قلت لك ضد الانتهاكات اي مواطن مهما كانت، حتى المناطق بتاع امريكا ده مصري مواطن كبري يعني هنا نجيبه، ما عندنا مشكله. لكن هنا نشوف الخلفيه بتاعتك انت منو؟ هل انت قاعد تتعاطف مع مواطن ده؟ هل صحيح انت حقيقي ولا ما حقيقي؟ السؤال بطرح نفسه. حسب ما انت خلاص تقول، انا تيجي تقول مواطن يصدقك كيف؟ انت الليله بيتك وديته انا جبت غربات اوريك دي. انا داير اوريك الفرق بيني وبين شعب جنوب كردفان وشعب دارفور. داير اوريك الفرق كويس. اول حاجه مبارك اردول ده انا ممكن اقول لك انا مختلف معاه سياسيا كويس، مختلف معاه سياسيا كويس، لكن انسان ما انا مهما كان مختلف معاه سياسيا ما لدرجه انه يكون عنده قبل لاهله زيك انت يا ادريس كويس. زول ده اهله ضربوه بطيران ده وعارف انه ده طلبه مواطنين انت ما تبي لي الف ساكت هنا. انا ما عندنا حاجه بقول اسمه غبن. الغبن ده انت مظروف فيك انت، ده اغليتك كده. اول حاجه هنا ذاته انا اول مره استغرب ذاته زول اللي يقول والله غبن ده شنو؟ هنا غبن ده ما اعرف ان الغبن ده ذاته، لان ده ما طبيعتنا، لان انت عندك الغبن جاي تتكلم عن الغبن. غبن شنو تتكلم عنه؟ هو زول قال لك زول بتاع وقف، زول بتاع السلام، زول زي ده. انا داير اشوفك انت خلفيتك شنو؟ انت زول بتاع الحركه الشعبيه وذاك دايرين نحاول في اطلاق النار. انا زي ديل نصنفكم شنو مثلا يعني؟ ناس حقانين مثلا يعني؟ ها؟ انت زول بتاع الحركه الشعبيه تكون زول حقاني كيف؟ انت زول بتاع الحركه الشعبيه وانت ذاتك جزء من المواطنين قاعدين بيموتوا يعني، سواء كان طرف هنا ولا هنا، والمساهم الاساسي انت، لان انت الارض ده تسلم لميليشيا الدعم السريع او اهل الدقلو. انت زول ما حقيقي يا زول. وتاك يقول لك والله نحن وقف اطلاق النار ونحن دايرين السلام. سلام شنو يا زول؟ ناس البلوى المتك والفتك. التقارير الشهداء هنا وهناك او تقارير المواطنين ده منو قاعد بيجيب الكلام ده؟ منو بيجيب التقارير ده؟ مثلا في ناس كله مثلا نساء ماتوا، اطفال ماتوا، التقارير ده بطلع من منو مثلا؟ من العدو على سبيل المثال؟ ولا من الناس المستغلين؟ انا دارين الناس المستغلين يتكلم عن المواضيع ده. بكون في فيديو معين، ما طلعت فيديو معين بالمناسبه، لا في فيديوهات ولا في منظمات مستغله او من جهات مستغله مثلا لو تتكلم كلنا هنا زي ما بتاع الفاشر ده، مكان الفيديوهات دي طلعت عديل من ميليشيات ده، ما خليني هنا طلع تقول بلابس دي ما طلعوا بجندوية برام، طلعوا الفيديوهات وكل شيء، الجرائم وثقوا في يده، خلاص الشعب السوداني كله تضامن معه. انت ما تطلع لك بوست كده تقول والله قتلوا. ايوه هنا ضد الانتهاكات لاي مواطن بيقول من جنوب كردفان، من وسط دارفور، من شمال دارفور، من جنوب دارفور، مواطن. هنا ما عندنا مشكله مع المواطن. لكن انت زول بتحرك الشعبيه ده تتبلى ليه هنا؟ تيجي تقول له والله انتوا ديل كده وانتوا ديل كده، لا ما تقول انتوا ديل كده. ما مفترض انت عباره تكون زول فيل. انت زول بتحرك الشعبيه، انت ما يسمى البانجي ولا منو ده، مفترض تكون زول فيل يعني. لما تكون زول فيل عباره عن باقي السودانيين ده كله في بتيتك انت. لكن انت قلت لا انت دار تقبل مصاري، انت دار تقبل مصاري بالمناسبه. لا تجي تقول لي والله دار تبي 1000 هنا، ما تبي لي 1000 يا زول، ما تبي لي 1000 بالنسبه لي انا. وانت بقيت جنجويدي عليك الله، ما تستحي انت ما تستحي، انت بقيت جنجويدي عليك الله. تعرف تقول لي هركه شبيه انتوا دي الناس انكم قوم ده شنو؟ قوم ده والله ما يريدنا الا بعد انضميتوا للجنجويد بتقولوا كلامكم ده. يبقى شنو؟ ما هو انت دار توزع 1000 لمنو دار توزع 1000 يا زول؟ الغبن ده هنا ما يعرف انه غبن. انت عارف ناس دار يعني ناس دار نشر عليك الحركه الشعبيه فيه شنو يعني؟ انا ما بقول الكلام ده، انا والله قلت لك انا ما بصدق انت، لكن انا ما عندي مشكله لما زول يختار اتجاه حركه شعبيه يمشي، ما عندي له مشكله، يمشي لجنجويد يمشي لوين، لكن نحن نجي نتكلم الواقع حاصل شنو بالضبط.
انا دايرك انت تكبر راجل وانا كان تقاتل. انا دايرك انت البنجي ده، انت تكبر راجل كان تقاتل الجنجويد وتقاتل القوات الشعب المسلح عشان نعرفك عندك قضيه. يا اخي انت ذاتك لما مشيت لحركه شعبيه يخطك بالك حياتك كله نايف في النايف، حياتك كله نايف في النايف. يا كمان الانابه بتاعتك ده ما انابه من الناس العاديين. يعني منو هارون دك زمان دك ده عمل ابادات جماعيه في دارفور بالمناسبه. اسمه منو يا جماعه؟ المولانا ولا الزفت ده اسمه منو؟ الزول الزرقاي ده زينا ده ذكرونا يا جماعه ده اسمه منو؟ اسمه انا والله ما اقدر اقول كلمه المولانا ده ما ينطبق. يا قاتلت جيجي شنو؟ في النهايه احمد هارون تحياتي لك. يا اخي انت زمان احمد هارون ده زول مطلوب محكمه جنائيه، اما الابادات الجماعيه في دارفور وجنوب كردفان بالمناسبه ما ان زول الوحيد بيقول لك ما دايرين زول هي عشان ما يعمل لهم اب اداري. كلمه اب اداري لانه زول تجيب عشان تاكل الادس والفود هم ما دايروا. زول زرقاي زي كده بقول لك زي ده ما دايرين اب اداري، ما دايرين اب اداري. الزول زي ده بقيت مشيت نايب بتاعته بالمناسبه. وكمان في 2025 و 2024 ما بقيت نايب زول قاتل هو ذاته جزء منه 350,000 ده بتقديراتك بسيطه. وزول انت شايف براك عمل متواصل في ابادات الجماعيه، متواصل في ابادات الجماعيه تجي نايب بتاعته عشان مصلحتك الشخصيه. انت ما تعرف تبي لي الف. انا برفع كده لكن ما تبي لي الف ساكت يا زول. الناس تكبد الشاشه برفع يعمل الكيش ما تبي لي الف. يا ادريس طيب، وانت جيت اتكلمت عن يوسف الهامر بان يوسف الهامر اتكلم مع المواطنين كادوغلي ولا كان ديلين انه يطلعوا كويس. اول حاجه يا ادريس الدنيا حرب، المواطنين الموجودين هناك ذنبه شنو انه يكون قاعدين في خط النار وانه يموتوا؟ ذنبهم شنو؟ طيب انت ما تقدر تعرف الاكل شنو؟ ناس اي مواطن اماكن بتاعته ما تقدر تقاتل دعم شنو يا بانجي؟ اول حاجه انا ما ماشي اقاتل مواطن، عشان كده انا بدأ مواطن انه يطلع يخلي الجيش دقيقه يخلي الملايس الموجودين هناك. انا جاي للجيش انا ما جاي لمواطن. يا دقيقه بانجي دقيقه. يوسف الهامر قال شنو؟ الناس قاعده تطلع من كادوغلي. كادوغلي عاصمه جنوب كردفان، كادوغلي بلد الملوك، البلد فوق ربنا خلق الناس الموجودين هناك. يعني الليله بطئوا ما يسمى هيمن قال يطلع الناس من كادوغلي من دلج المناطق ده عشان يتم عمليات بالسلس مع جنجوية الرباطه. اتخيل ما انت امك قاعد في قريه هناك تمشي تعمي ولا اقول لك امي تعالني هنا عشان يجي يسلم بلد للناس الاخرين. تفضل اديني اجابه انت دي. انت داير تستخدم مواطنين كدروع بالنسبه لك انت؟ يا اخي دي المواطنين قلت لك انت دي المواطنين. انا ما سالتك سؤال، انت كواحد دايم لميليشي المغتصب القاتل ده داير تستخدم المواطنين كدروع بالنسبه لك؟ الميليشي ده منو؟ دقيقه اوكي انا ما عارف، ربما انا ما اعرف غيرت البرنامج. انت تقصد ميليشي المغتصب ده منو؟ الجيش السوداني. والميليشيات العالم تمام دول شنو؟ ديل قبل كده ما كان على اساسه منو؟ قبل كده ما كان مع الجيش السوداني. الاهميتي ده كان مع نائب الرئيس. انت كنت وين؟ يعني هسه انت كنت وين لما كان هميتي رئيس الدوله؟ نائب رئيس الدوله انت كنت وين؟ يعني انت جنيت ولا شنو؟ ما سالتك سؤال، لما كان هميتي نائب رئيس الدوله انت كنت وين؟ لا اله الا الله. دقيقه بس عشان انزل نسمعك بعدين نرفعك. اتخيل معايا يا شعب السوداني الناس ال 80 نفر ديل عليك الله يستمي ده اسمه بانجي وانا فين وفجاه زي ادريس ده وزود دايم مشروع بتاع الحركه الشعبيه. اتخيل معي الليله حتى الجنجويدي عليك الله شوف الجنيدي ده عطاوي والجنيدي ومحمودي وسلامي هلباي ديل خليهم بالعلبه دي الناس زينا كده بس هم خليهم. اتخيل معي يا مؤمن الليله زول جاي ده يقول شنو؟ عليك الله ده قاعد يقول شنو؟ قالوا الجيش السوداني قال ديل مغتصبين والجنجويد ديل ناس ملوك وناس ملاك وناس. عليك الله شوف الاغليه دي. عليك الله شوف الاغليه دي يا جماعه. ده كيف ده؟ كده فهمونوا ده كده فهمونوا من هم هؤلاء.
الناس اللي نبطوا من وين؟ من ياتوا الارض نزل، من ياتوا السماء، من ياتوا الجبال، من ياتوا الوديان. من اين ذهبوا هؤلاء؟ سبحان الله يا جماعه. اسمه بانجي ده الليله جاي داري يبرر لجنجويد، وقالوا الجيش السوداني ده قال مغتصبين، قال جنجويد الناس حبابنا، الاطاويين ده حبابنا، الحزيكات حبابنا، اسمه شنو؟ السلامي حبابنا، المحمودي زي اسمه شنو؟ اللواء النور قبه حبابنا. تخيل مع الجيش السوداني ده، تخيل يا مؤمن ماذا يقول هذا الشخص. سبحان الله عليك الله يا جماعه. سبحان الله. شوفوا هذه الشخص ده بيقول شنو؟ انا فين مفجر زي اسمه شنو؟ جاي دار تقول لي تبي لي الف؟ جاي دار تبي الف الليله يا جماعه. سبحان الله. زول ينتمي للحركه الشعبيه جاي دار يقول يبرر الجرائم بتاع الجنجويد باكملها، تاريخه كله جاي دار يقول جيش والجيش الاسلامي والجيش الاسلامي. اتخيلوا معي يا الشعب السوداني ما يسمى اسمه يوسف الإهيمن يدعو للمواطنين الملوك الارض الملوك البلد اساس البلد، يقول لكم انظروا من المناطق بتاعتكم، يجي يقول لكم انظروا من كادوغلي، انظروا من نيل من الدنين، انظروا من كل المناطق، تعالونا وين؟ في المناطق الحدوديه عشان نسلم البلد للجنجويد الرباطه. اتخيلوا معي يا مؤمن يا شعب السوداني. شوف الاغليه ده كيف الليله زول بطئوا لامه من ارض بتاعته الطاهره ده، يقول لك تعال نجي نسلم الجنجويدي. جاي من النيجر، جاي من سنتر افريقيا، جاي من جنوب جاي من اقليم البطحه، جاي من السنغال، جاي من وين يقول تعال نسلمك. انت تعال يا امينا. اتخيل معي انت سمعتوا كلامهم بالمناسبه. اتخيل معي ده اسمه يوسف الإهيمر. إهيمر اسمه إهيمر. لقيت زول إهيمر بطئوا للمواطنين الأساسيين ربنا ذاته خلقوا في مكانهم ده، عبارة عن المغرب بتاع، عبارة عن مركز بتاعته، عبارة عن عمود الفقري بتاعته، عبارة عن كل شيء في حياتهم، يدعوهم إلى مناطق خارج مناطقهم، يدعوهم قال ناس تجونا في مناطقنا، نحن قاعدين نلبي طلباتكم سواء كان الغذاء والكساء، مرحبا بكم في هذه الارض الجديده. سبحان الله. سبحان الله. هل وصلنا المرحله دي؟ قسما بالله اكد لكم ما يسمى حركه شعبيه او ما يسمى تاسيس لم ينتصر في جنوب كردفان ولا ينتصر خطوه واحده ما يتقدم، لانه كلنا شعبنا هنا هيصير ديتو، لانه الليله حركه شعبيه لو كان انضمم الليله الارزقيه جايين من وين؟ جاي من سنتر افريقيا.